قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعود إليكم اليوم بتحديثات جديدة ومهمة حول سير الأشغال في ملعب طنجة الكبير الذي يواصل التقدم يوما بعد يوم ليقترب من صورته النهائية المنتظرة. أبرز المستجدات لهذا اليوم تتمثل في الأشغال المتسارعة على مستوى السقف، حيث يجري حاليا تركيب الهيكل المعدني رقم 24، ولم يتبقى سوى 6 هياكل لاستكمال مرحلة رفع جميع الهياكل الفولاذية التي يستحمل السقف الضخم. وكما تعلمون، هذه المرحلة تتطلب دقة كبيرة وتنسيقا عاليا بين الفرق التقنية، غير أن وتيرة العمل الحالية تظهر بوضوح أن هناك حرصا كبيرا على إنهاء الأشغال في أقرب وقت ممكن. أما من الناحية الخارجية، فقد بدأ شكل الواجهة يبرز أكثر فأكثر، حيث شهدت اليوم تغليفات الواجهة تقدما ملحوظا، مع تثبيت العديد من القطع الخارجية التي ستمنح الملعب مظهرا عصريا وأنيقا يواكب المعايير الحديثة. وفيما يتعلق بالأشغال داخل أرضية الملعب، فالعشب الطبيعي تم تثبيته في وقت سابق، واليوم يبدو في حالة ممتازة ومتناسقة. كذلك، أشغال تركيب الكراسي قاربت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى بعض الأماكن الصغيرة. باختصار، يتم حاليا تركيب الهيكل رقم 24، ولم يتبقى سوى 6 هياكل لاستكمال تسقيف الملعب. الواجهة الخارجية تشهد تقدما ملحوظا، الأرضية جاهزة، والكراسي في مراحلها الأخيرة. ملعب طنجة الكبير يخطو بثبات نحو الجاهزية الكاملة قبل انطلاق كأس إفريقيا 2025. شاركونا رأيكم في التعليقات، هل ترون أن وتيرة الأشغال ترضيكم؟ ولا تنسوا دعمنا بمشاركة الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد حول مستجدات ملاعب المغرب أولا بأول.